اي معلومه هقولها لك دلوقتي. انا اتصلت بالقنصليه المصريه في باريس وسالتهم عن كل حاجه وخدت منهم المعلومات كامله. القنصليه المصريه بباريس نزلت اشعار على صفحتها للناس اللي عاوزه تعمل بطاقه لاول مره، بطاقه رقم قومي او بتجدد البطاقه بتاعتها. هشرح لك بالتفصيل ازاي تقدم وتعمل ايه وليه نزلوا القرار دوت على صفحتهم. طبعا عشان تقدم لازم تكون مقدم من خلال الايميل الرسمي للقنصليه المصريه في باريس اللي هو قدامك دلوقتي ده. اخر موعد يوم 16/6/2025. وتعالى اقول لك هتقدم ازاي وتعمل ايه بالظبط وانت مكانك. اي معلومه هقولها لك دلوقتي. انا اتصلت بالقنصليه المصريه في باريس وسالتهم عن كل حاجه وخدت منهم المعلومات كامله. ودلوقتي تعالى اشرح لك وافهمك تكتب ايه بالظبط في الايميل وايه اللي هم محتاجينه بالظبط. حاجه ما تخليش حد يبعت لك رساله من على ايميله، لازم تبعت الرساله من الايميل الشخصي الخاص بيك انت من على تليفونك انت. على فكره ما انتش محتاج حد يساعدك وتعلم تعمل كل حاجه بنفسك، والفيديو ده هعلمك كل حاجه واقول لك هم هيعملوا ايه بالظبط. صلي على النبي وتعلم تعمل كل حاجه بنفسك. ده التليفون بتاعك عادي، هتقوم جاي داخل نوت على الجيميل اهوت، تضغط نوت على الجيميل. تمام كده، ده الجيميل بتاعك عادي. هتيجي نوت انشاء، ماشي قول له حسنا. هتيجي نوت تقول له انشاء، بس كده. ده الايميل بتاعي وادخل هنا دلوقتي ايميل القنصليه المصريه. دلوقتي يا جماعه كتبنا ايميل القنصليه، باجي هنا اكتب له اسمي، بقول له محمد صلاح. الرقم القومي كده كده موجود في شهاده الميلاد، تمام. بقول له رقم الهاتف بتاعي 07 كذا كذا كذا. باجي هنا اقول له نوع الخدمه، انا كاتب تجديد بطاقه لو انت بتجدد، انما لو انت بتعمل استخراج لاول مره هتشيل كلمه تجديد بطاقه وتقول استخراج بطاقه رقم قومي لاول مره. لو معاك الباسبور المصري، لو انت جاي تحت السن ومعاك الباسبور المصري وعاوز تطلع بطاقه لاول مره، هتكتب هنا رقم الباسبور المصري الخاص بيك. تمام. حضرتك خلصت كل البيانات دي كلها وكتبت لهم كل حاجه. طب لو بتجدد هتكتب هنا الرقم القومي. كده كده الرقم القومي موجود في شهاده الميلاد بتاعتك. وبعد كده بتضغط نوع، عارف علامه المشبك دي؟ علامه المشبك دي تضغط عليها، وبعد كده بتقول له ارفاق ملف او ادراك صوره. لو انت عامل الملفات بتاعتك صور هتاخدها كده، وبتضغط هنا ادراك ملف، بيوديك على الاستوديو بتاع التليفون بتاعك، بتبعت لهم صورة من البطاقة القديمة اللي انت عاوز تجددها. تمام. لو انت بتعمل مستخرج جديد ومعاك الباسبور هتبعت لهم صورة الباسبور. طب انت ما عندكش الباسبور تبعت لهم صورة شهادة الميلاد. وحضرتك بعد كده خلصت اللي عليك. في كان معلومة عاوز اقولها لك مهمة جدا، وده كلام مؤكد من داخل القنصلية المصرية في باريس. اول حاجة اللي انت بتعمله دوت احصائيه للاعداد اللي هيتم ارسالها لوزاره الداخليه. البطاقه والباسبور يا جماعه تبع وزاره الداخليه وليس وزاره الخارجيه. اللي انت بتعمله دوت بالايميل دوت اسمه حصر الاعداد المصريين الموجودين في فرنسا كلها اللي متطلباتهم البطاقه المصريه اول مره او تجديدها. القنصليه المصريه بعد ما بتعمل حصر للاعداد اللي قدمت من خلال الميل، عشان كده بقول لك ما تخليش حد يساعدك في حاجه، واعمل حاجتك بنفسك ومن على ميلك، ولازم بياناتك ورقم تليفونك يكون سليم عشان يقدروا يتواصلوا معاك. بعد يوم 16/6 القنصليه المصريه هتاخد كل الناس اللي قدمت على الميلاد وتبعت لوزاره الداخليه المصريه، لان هي المنوطه بعمل البطاقات كاستخراج اول مره او كتجديد. وبعد كده وزاره الداخليه بتبص في الامر وبتلاقي ان في اعداد كبيره جدا مصريه. عشان كده بقول لك لو انت عاوز تجدد الحق قدم قبل يوم 16/6 عشان اكبر عدد يقدم، وبناء عليه وزاره الداخليه تبعت لجنه بالكمبيوتر وبادوات التصوير والكاميرات وكل حاجه والبصمه والكلام ده كله، ويجوا هنا باريس عشان يعملوا للناس اللي محتاجين بطاقه الرقم القومي. بعد كده ان شاء الله هتلاقي على صفحه القنصليه كل جديد. اللي عاوز اقوله لحضراتكم دايما ادخلوا على صفحه القنصليه، شوفوا كل حاجه بنفسكم، بلاش تسمعوا كلام حد. انا لسه مكلم القنصليه المصريه واخد منهم جميع المعلومات ديت عشان انقلها لك. بالنسبه يا جماعه لشهاده التجنيد، مفيش حاجه اسمها شهاده التجنيد دلوقتي. والناس اللي طلعت عملت اشاعه ان شهاده التجنيد في هذا الوقت او من شهر فات ب 8600، واسعار الباسبورات اللي الناس بتقولها اشاعه، فالباسبور 440 كتجديد وكبدل الفائد 640 يورو. انما الارقام اللي الناس بتقولها 800 و900 مفيش الكلام ده. اي حد يا جماعه عاوز يعمل باسبور وفي سن التجنيد يقدر يروح يعمل، لان المبادره مش موجوده.
فالناس اللي بتقول 8600 اشاعات علشان نكره بلدنا، اشاعات عشان يوقعوا بينا وبين القنصليه، اشاعات عشان الريتش وخلاص. اهم حاجه عندهم الريتش، ومش مهم حتى لو نوقع المصريين في بلدهم. فعاوز اقول لك اتمنى دايما اكون بقدم لك كل ما هو فيه. السلام عليكم.